تريد أن تسقطهم من أعين الناس. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، أعوذ بالله، والشيطان لا يقبله. هذه رواية جدا خطيرة. الشيطان عندما خلق الله آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا لمن؟ لآدم، فسجدوا إلا من؟ إلا إبليس. لكن إبليس ما استنقص آدم أمام الملائكة وأسقطه من أعين الملائكة. هذا الفعل لم يصدر من إبليس أساسا،